اكيد بعد ما عرفت معناتها كهرباء ابريد في الحلقه اللي قبلها، توا مهم برشا انك تعرف شنو هي الفروقات اللي موجوده في الكهرباء الابريد، شنو هي الخيارات أنا اللي عندي كي نحب نشري كهرباء ابريد. توا مرحبا بك في الحلقه الثانيه، وكانك توا جيت تفرج فينا من جديد ننصحك تفرج في الحلقه اللي قبلها، على خاطر في سنه معناتها كهرباء ابريد والحلقات يمشيو تدريجيه. باهي، كيما قلت لك في الحلقه اللي قبلها، انت كي باش تاخذ كهرباء ابريد مره تلقى مايلد هايبرد. نوريك حتى السيجل كيفاش يكون. بشكل عام هو السيجل معناتها الديزاين نتاعو يتبدل من كونسيسيونير لكونسيسيونير، لكن الكتيبه نوريك كيفاش تكون. تنجم تكون هيبريد، واللي هي احنا نسميوها تجاريا فول هايبريد، وتنجم تكون بلاجن هايبريد بي اتش اي في. شنو هالاسامي هذوما فاش تحكي ياسر وشنو الحكايه هذه؟ باهي، خلينا نبداو. اول حاجه نحب نقول لك اللي ثلاثه انواع هذوما هما اسامي تجاريه. اش معناتها؟ معناتها في الكونسيسيونير تلقاهم، عند في السوق تلقاهم يقول لك بلاجن هايبريد مايلد هايبريد بي اتش في. شنو معناتها مش صحاح؟ لا صحاح، اما كان ندخلوا غيالمون في الانجينيرينغ تاع الشيء هذايا نلقاو اللي راه الحكايه ما بداتش جوست مايل هايبرد وفول هايبرد وبلاجن هايبرد. انا هنا نحبك تركز على الحكايه التجاريه، على خاطر الهدف نتاعي انك تكون انت كمستهلك يكون عندك وعي بالامر هذا. لكن زاد نحب ننوهك انه راهو كان نحكيو انجينيرينغ، نحكيو هندسه، ونحكيو ميكانيك والكتريك، فما ابريد باراليل، ابريد اون ليني، فما مايلد هايبرد، فما فول هايبرد، فما زاد نوع اخر من الفول هايبرد اقوى من الفول هايبرد، وفما حتى زاد البلاجن هايبرد. اما توا الامر بدا يتلخص في ثلاثه انواع هذوما تجاريا وفي البيوع. باهي، مايلد هايبرد واللي هو كما نقولوا مازلنا كي بدينا، مازلنا كي قمنا كي ونشوفوا في ونشوفوا في الهيبريد. المايلد هايبرد عباره عن موتور ليسانس خليناه كما هو، ما عملنا له حتى شيء، حطينا معاه اون باتري 48 فولت. انت ماك تعرف الباتري تاع الكهرباء الكل، اي كهرباء الكل ايسونس ولا مازوت 12 فولت، هذيك خليناها، هذيك في بلاصتها امورها واضحه. هذيك راهي ما تتحركش بالكل حتى في الكهرباء الالكتريك ما تتحركش بالكل، هذيك هي محطوطه نفسها. زدنا على الباتريه هذيك باتري 48 فولت تلقاها في المال من تالي. تفهم فيا؟ الباتري 48 فولت هذيا بالطبيعه باش يكون معاها موتور الكتريك، الموتور الالكتريك هذايا في المايلد هايبرد يكون صغرون. باهي، ايش يعمل كيف ايش يعمل هالحكايه دي؟ دونك نحبك تفهم ساعه المايلد هايبرد جوست معاها موتور الكتريك صغرون، ومعاها باتري 48 فولت تكون نوعها ليثيوم ايون. فما برشا انواع نحكيو عليهم بالتفصيل هذوما من بعد. باهي، شنو هي المبدا نتاع هذه مايلد هايبرد جوست مازلنا كي عملنا اون هيبريداسيون صغيره، ميكرو هيبريداسيون. معناتها الكهرباء اول المايلد هايبرد شنو يعمل لك؟ يخدم معاك الكهرباء، هذه حاجه الاولى. دونك يساعد اكثر في ستارتر في شو اسمه الديمارور تاع الكهرباء، يعاون في التخديم نتاع الكهرباء. ثاني حاجه يدز معك الكهرباء، اش معناتها؟ يعني يعمل معك الاكسيليراسيون، يعمل معك الخرجه نتاع الكهرباء. علاش انت كي تلقى الكهرباء مع الديبري تلقى التورك نتاعها، الكوبل نتاعها نيوتن متر عالي على الكهرباء النون مايلد هايبرد. فهمتني؟ دونك شو يعمل؟ جوست يدز معك الكهرباء ويخدم معك الكهرباء. اسكو تمشي الكتريك؟ لا. اسكو فما تشارجيها؟ لا ما تشارجيش. مالا كيفاش تتشارجا؟ الكهرباء مال الهايبرد البطاريه 48 فولت هذيك تتشارجا بالفريناج ريجينيراتيف، وزاد الموتور البنزين هو اللي شارجاه. معناتها انت لا تحق انك تشارجاه وتعمل حتى شيء. شنو الفوائد نتاعها؟ الفوائد نتاعها انها تنقص شويه من تاكل المحرك، وتعطيك من 10 حتى الماكسيموم 13% افضل كونسوماسيون من اختها اللي ماهيش مايلد هايبرد. فهمتني؟ نعطيك مثال. معناتها اذا انت عندك كهرباء في المش ماي في الفيرسيون المش مايل هايبرد نتاعها في نفس الموتور الترميك تكونسومي مثلا 7 لترات. تفهم فيا ولا؟ اذا هي نفس الكهرباء فيها نظام مايلد هايبرد باش تولي تعطيك 13% اقل من 7 لترات. ما نعرفش قداش بالضبط باش تطيح 13%، معناتها ممكن ناس 6 فاصل حاجه باش تطيح الكونسوماسيون. فهمتني؟ باش تنقص لك من الكونسوماسيون، وما تسحقش فيها اونتروتيان الباتري لا حتى شيء، مثلا تقريبا ما فيها حتى شيء. باتري ليثيوم ايون صغرونه تعيش معاك عمرها الكل تقريبا، وما تسخنش برشا، ما تخافش عليها مايلد هابرد. اما شنو انت مش باش تعيش الالكتريك، مش باش تعيش البريد، جوست باش تعاون شويه موتور الترميك. نلخص لكم: المايلد هايبرد موتور ليسانس يقعد نفسه، عندك موتور الكتريك صغرون بالكدا معاه باتري صغرونه بالكدا يدعموا الموتور هذايا في التخديم وفي الخرجه نتاع الكهرباء. دونك بعد ما عرفنا شنو معناتها مايلد هايبرد، تو احنا باش نعملوا خطوه زايده في الموضوع هذايا باش نحكيو على فول هايبرد. دونك يودي عندنا فول هايبرد، الموتور الترميك مازال هو بيدو سواء كان ايسونس ولا مازوت. ايش عندنا؟ ولات عندنا باتري اكبر، ما عادش 48 فولت، باتري تنجم توصل حتى 400 فولت ولا حتى 500 فولت. اي نعم، تقدر توصل حتى 500 فولت. تعتمد على المصنع وزاد على الموديل اللي يخرجوا المصنع على الكاتيجوري نتاع الكهرباء. وزاد معنا موتور الكتريك اكبر. دونك اذا عندنا باتري كبيره موتور الكتريك كبير، ايش يولي عندنا؟ يولي عندنا لافونتاج ان مش فقط نخدموا الكهرباء اون مود الكتريك، دونك ما عادش عندنا ديستريبيوتور ديمارور ميكانيك، ولات عندنا ستارتر الكتريك. وزاد حاجه اخرى، نجموا نمشيو بالكهرباء اون مود 100% الكتريك.
اي نعم، الكهرباء تنجم توصل تمشي معك حتى ل 65 كيلومتر في الساعه او مود 100% الكتريك، وبالطبع هذا 65 الماكسيموم. خلينا باش نكونوا واقعيين باش ما نبداش نعطيك في نوامر كذا. 40 كيلومتر في الساعه، 45 كيلومتر في الساعه في الافرج في الموين تنجم تمشي معك او مود 100% الكتريك، حتى كان مرضنا وحتى كان الكليماتيزور يخدم. باهي من بعد ما تمشي او مود 100% الكتريك البطاريه باش تفرغ. تمام فيا. بعد ما البطاريه تفرغ ايش يعمل عندنا؟ انت عندك كمبيوتر في الكهرباء، عندك ديزوديناتور في الكهرباء، ايش باش يعملوا؟ باش يعطيو السينال انه الموتور الترميك يخدم. دونك شفت حكايه هذوما الانجينيرنج نتاعها كيفاش تصير، باش نفسره لكم. توا نحبك تفهم اون جينيرال الحلقات الجايه باش نفسرك كيفاش يصير بالضبط في الحكايه. تمام فيا. اصبر عليا برك، كانك تشوف كانك تحب تشوف من ناحيه انجينيرنج، توا نحبك تشوف من ناحيه مستهلك كواحد باش يشري كهرباء. باهي من بعد ما مشينا بها 100% الكتريك، الموتور ليسونس يتدخل، يولي هو يمشي هو يسوق الكهرباء، يعاون معناتها يسوق الكهرباء مع الموتور الالكتريكي. والبطاريه هذيك كيفاش تتشارجها من الفريناج ريجينيراتيف. انت كي تسيب ساقك من الاكسليراتور، وزاد حتى الموتور الترميك يشارجي الموتور جنريتور 1 ام جي 1 يشارجيه، وهو بطبيعته بعد ما يشارجيه يشارجي البطاريه، يرجعوا الطاقه للبطاريه. لذلك انت كي كان تمشي كهرباء تشوف كهرباء هايبرد، تركب في كهرباء هايبرد باش تلقى ديما في الاورديناتور دو بور نتاعها فما بطاريه وفما كي فما خطوط هكا، مره يقول لك فلاش هكا مره يقول لك فلاش هكا، خاطر انت تعتمد على سياقتك. مره البطاريه قاعده تشارجها، مره لا البطاريه هي قاعده تسوق في الكهرباء، هاو مره كهرباء ساكته، هاو مره الموتور الترميك خدم. دونك فهمتوني الحكايه هذه كيفاش؟ الحكايه هذه الكونسيبت هذا يوصل نجم يربحك في الكونسوماسيون 50%. اي نعم، خاصه مع تكنولوجيا تويوتا في الهبريد. واذا الموتور اللي معاك بتكنولوجيا الموتور الترميك تكنولوجيا اتكنسون تكنولوجيا تاع موتورات تويوتا دي تكنولوجيا قويه برشا بالكدا، تعتمد اساسا على انها تنقص في الكونسوماسيون. معناتها تعرف حكايه تويوتا ايش عملت بالرسمي؟ تويوتا على فكره نمبر 1 في الكرهب الهبريد برسمي، فما حتى كونستركتور في العالم ينجم يتفوق على تويوتا في الكرهب الهبريد. وهذا انك نتبع فيه في تونس ولا الشرق الاوسط ولا الخليج ولا اوروبا ولا امريكا، اسال اي واحد تقول له وات از ذا بيست هايبريد كار باش يقول لك تويوتا، ما فيهاش حتى نقاش الموضوع هذا. تويوتا بخلاف انها هي عملت براءه اختراع في النظام الهبريد، نظام اكثر نظام هبريد سامبل وناجح في العالم. بخلاف هذاك عملت تكنولوجيا اتكنسون في الموتورات الترميك باش تنقص في الكونسوماسيون تاع الترميك زاده. او علاش قلت لك تنجم توصل حتى 50% كونسوماسيون. تعرف حتى 50% معناتها انت كهربتك تكونسومي شطر كرهبت اللي ماهيش هايبريد تاع صاحبك فيه. معناتها خلينا نقولوا كورولا وكورولا هايبريد، الكورولا هايبريد تكونسومي شطر الكورولا الاخرى، وبخلاف هذا الكورولا الهايبريد هذيك اقوى، موتورها اقوى على خاطر معاها موتور الكتريك وباتري. وبخلاف هذاك لونتروتيان اقل، وبخلاف هذاك السياقه فيها كونفور اكثر. دونك شفت الفوائد تاع السياره الهايبريد. اما شنو فما حاجات منهم الباتري ولات ارزن. علاش؟ على خاطر ولات 400 فولت الباتري، ما عادش الباتري 48 فولت، ولات 400 فولت تلقاها زاده في المال من تالي. دونك باش تاثر حكايه انه باش تزيد ميزان الكهرباء شويه. وثاني حاجه اللي باش تاثر انه المال باش تلقى الكهرباء الهبريد المال نتاعها الحموله نتاعو اقل شويه من الكهرباء النون هبريد. علاش؟ على خاطر حطوها في المال من تالي. دونك يحطوها في المال من تالي باش يتهز الفوليوم، دونك باش يتهز النيفو، دونك باش ينقص الفوليوم نتاع المال. اما هذه الحكايه صراحه انا ما نراهاش حكايه مشكله كبيره، خاطر انت كيف تشوف شنو باش تربح من الكهرباء الهبريد. الحكايه دي تنجم تتغاضى عليها صراحه، خاصه كانت تشري كهرباء كبيره. باهي تو شفنا الفول هايبرد معناتها، دونك كبرنا في الباتري كبرنا في الموتور. اما شنو الكهرباء ما تشارجيهاش وحدك، ما تشارجيهاش من برا. تفهم فيا؟ لا ما فيهاش بورن دو ريشارج وكل، لا الكهرباء تشارجي روحها بروحها. الحكايه دي انت ما تحيرش فيها وما تخممش فيها. باهي كانك انت خويا تحب تربح اكثر كونسوماسيون وتحب كهرباء قويه وتحب كهرباء وعندك وسع بال انك تشارجي، انت عاد نحكيو على البلاجن هايبريد بي اتش اي في تلقاها مكتوبه في الكرهب من تالي ولا على جنب. هذا يا سيدي بسينك بلاجن هايبريد، جينا لك البطاريه هذيك وكبرناها اكثر. تعرف البطاريه كم كانت هكا في المال ولات هكا، اما هكا ما عادش ترفع في المال، دونك يوليو يحطوها تحت الكهرباء من اللوطه. بون مش تحتني كله، خاطر تحتني كله ديك نحكيو على الكتريك، اما يحطوها تحت الكهرباء من اللوطه، والا اذا الكهرباء كبيره بالكدا يحطوها في المال تحت المال كله. دونك عندنا بطاريه اكبر، موتور الكتريك اكبر، موتور الترميك نجم يقعد هو نفسه القوه نتاعو. معناتها نجم موتور الترميك تستعمله هو نفسه كنا نستعملوا فيه بالهايبريد العاديه. دونك اذا عندنا موتور الكتريك اكبر دونك عندنا باور اكبر. او علاش تكرهها بالبلاجن هايبريد؟ تلقى القوه نتاعهم تلقاهم قويين بالرسمي. انت كي تشوف كهرباء بلاجن هايبريد في تونس ولا مهما كانت ما فيه باش تلقاها مثلا كانها اس يو في اقل حاجه 300 شوفوتين. باش تقول شنو 300 شوفوتين 1 لتر 5 باش يحكي هذا ولا 2 لتر؟ معناتها فهمتني. تلقى حتى البيسونس تاع الموتور الترميك تاعها ماهيش قويه 120 130، والباقي كله ماخذه للالكتريك على خاطرها بلاجن هايبريد.
على خاطر عندنا بطاري اكبر. اما شنو لهنا انت عندك باش تربح حاجه واللي هي عندك الكهرباء هذه كي تشارجيها بور من برا، تحط لها كابل، عندك الكابل يعطيهولك هو الكونسيونير ولا الكونستركتور، وتشارجيها تنجم تربح اون اوتونومي 100% الكتريك توصل حتى 97 100 كيلومتر. اي نعم، وصلت جربت كهرباء تشيري تيجو 8 برو ماكس موديل 2024 بلاجن هايبريد، بخلاف انه الكهرباء قويه برشا، الكوبل تاعها عالي برشا، الكهرباء بالرسمي معناتها الخرجه نتاعها عاليه بالكدا، رغم اللي سوقت تشيري تيجو سات معناتها واللي هي تقريبا نفس البيسونس في النون هايبريد لكن وارزن هذه، لكن بالرسمي قويه بالكدا. بخلاف هذاك انت كي تشارجيها الكهرباء هذيا توصل تعطيك اون اوتونومي 100% الكتريك، توصل حتى 97 100 كيلومتر. دونك انت كهرباء تنجم تمشي بها 100% الكتريك. من الاخر شنو من الاخر انت تبدا عندك كهرباء بلاجن هايبرد تشارجها في الليل، تقوم الصباح تقضي قضيتك في تونس العاصمه كل ما غير ما تصرف قطره ايسونس وخدمتك كليماتيزور وهز معك عائلتك زاده. اي نعم. اما شنو لازمك تشارجي. دونك هذا الفرق بينها هي والفول هايبرد وما الهايبرد. لهنا لازمك تشارجي. دونك لازمك يا اما تكون عندك اون بورن دو ريشارج اذا تحب تشارجي فيه صح، والا تشارجيها طول مع الكابل تاع الدار مع اللي يخرج هذاك 200 فولت نتاع الديار، والا حتى اقرب كيوسك كي تجي تعمل قهوه تحط تشارجيها. باهي. اما شنو الموضوع هنا باش تقول لي كيفاش لحظه؟ اي معناتها انا شارجي الكهرباء وباهي نفرض احنا وفات الاوتونومي شنو معناتها انا نزني معناتها عندي الحق 97 كيلومتر كهو ولا شنو الحكايه؟ لا، اقعد معي لهنا ماناش نحكيو على الالكتريك، لهنا نحكيو على البلاجن هايبرد. لهنا ما تنساش اللي عندنا ان موتور تيرميك في الموضوع. دونك انت دوكو تكمل الاوتونومي اللي كنت تنتفع منها من الشارج اللي شريته للكهرباء، الموتور التيرميك يخدم. باهي. تو البطاريه هذيك كيفاش تقعد ميته ولا شنو؟ باهي البطاريه هذيك تتشارج زاده. اي نعم تتشارج بالفريناج ريجينيراتيف. دونك انت على كل ما تسيب الاكسيليراتور ولا تنزل على الفران الكهرباء باش تعمل ان فريناج ريجينيراتيف، باش تعمل ريجينيراسيون باش تشارجي البطاري البي اتش في معناتها البطاري الهاي فولتج اللي تخدم الاوتونومي 100% الكتريك. معناتها الكهرباء هذه سواء انك تشارجها وحدها سينو زدت تنجم تتشارجها شويه بالفريناج جينيراتيف. دونك هذا كانوا ثلاث انواع. خليني نلخص لكم باش كان ما فهمتنيش بالكدا. عندنا مايلد هايبرد بطاريه صغيره موتور الكتريك صغير جوست يخدموا الكهرباء ويدزوا مع الكهرباء في الاكسلراسيون. فول هايبرد بطاريه اكبر موتور الكتريك اكبر، الكهرباء تنجم تمشي اون مود 100% الكتريك 40 45 كيلومتر بار اور، ومن بعد باش يدخل الموتور الترميك يخدموا بعضهم، ومن بعد ينجم حتى يكمل يخدم الموتور الترميك وحده هكا. رغم هذه في كل الحالات باش ياخذوا زوج يخدموا بعضهم في كل الحالات تقريبا. عندنا البلاجن هايبرد كهرباء اقوى، كهرباء تشارجها توصل تعطيك اوتونومي 100% الكتريك توصل حتى ل 100 كيلومتر سينو الكهرباء سينو الموديل اللي تاخذه، ولازمك تشارجها من برا. ومن بعد ما توفى الاوتونومي الكهرباء البطاريه باش تشارجها بالفريناج ريجنراتيف. دونك هذا شنو الفرق بين المايلد هايبرد فول هايبرد وبلاجن هايبرد. اليوم حكينا على الفروقات بيناتهم. الحلقه الجايه باش نحكي لكم على مبدا عمل السياره الهايبرد، كيفاش تخدم الهايبرد. يعني جوست اعطي لكم تو لمحه عامه، اما الحلقه الجايه باش نحكي لكم على بالتفصيل كيفاش تخدم. باهي. كان عندك اي سؤال مرحبا بك ونشوفك الحلقه الجايه.